بصراحه كده انا بدات اتجنن من كلود. في حاجه مهمه اسمها كاروسلز. الكاروسل دي لما بتنزلها على السوشيال ميديا كل البوستات بتاعك بتجو فايرال. ولما كنت بحتاج اعمل كاروسل كنت بحتاج اكلم ديزاينر واقعد بقى استنى ساعتين 3 يوم على ما اعمل لي الكاروسل بتاعي. دلوقتي بقى في ميزه حلوه في كلود اسمها كلود ديزاين، كمان بتعمل لها كونكتنج مع كانفا. تعال اما اوريك العبقريه والجمال والسهوله. هتفتح كلود كود وهتختار ديزاين وتتاكد انها موجوده. بعد كده هتدخل على كاستمايز وتختار كونكتورز. هتسيرش على كانفا وتتاكد ان انت مفعل كانفا مع كلود. بعد كده هياخد منك شويه اوثنتيكيشن ويتاكد ان هو كونكتد مع الجيميل بتاعك، وهيرجعك للصفحه تاني وهترجع لكلود وتعمل الو. بس كده انت كلود وكانفا شغالين مع بعض. هترجع بقى تختار حاجه اسمها ديزاين، وبعد ما تختار ديزاين هتكتب اسم التمبلت اللي انت عاوز تعملها. ولنفترض ان انا عايز اعمل حاجه اسمها كاروسل، انستجرام كاروسل. هكتب انستجرام كاروسل واعمل كرييت. هيحمل معايا شويه وبعد كده يفتح لي صفحه. ببساطه خالص هاخد ريفرنس لاهم كاروسل انا بحب اشتغل عليه، وبالتالي هسحبه واحطه في السكرين شوت. وبعد كده باخد برومت احطه يناسب شخصيتي ويناسب فكره المحتوى اللي انا عايز انزلها للناس. ولنفترض مثلا ان انا عايز اعلم الناس ازاي يعملوا محتوى اسبوعي، فهطلب من كلود واكتب له برومت بشكل فعلي واقول له اعمل لي كاروسل يعلم الناس ازاي يعملوا محتوى اسبوعي، وهيطلع لك كاروسل زي احلى كاروسل انت ممكن تتخيله في حياتك او ممكن تشوفه على الانستجرام. بعد كده هتعمل حاجه بسيطه، تقول له كونكت تو كانفا، تطلع من فوق على اليمين وتختار كلمه شير، ومن شير تعمل كونكت تو كانفا. وبس كده هياخدك على كانفا وتقدر من خلاله تعدل وتحط الالوان بتاعتك وتكتب اسمك عليه وتعمل فيه اي حاجه انت عاوزها بنفس الديزاين وبنفس الالوان. وعشان بصراحه انا ما بحبش اتعب نفسي، عرفت اللون اللي انا بحبه وقمت جاي رايح لكلود تاني وقلت له غير لي اللون اللي موجود باللون اللي انا بحبه، وكتبت له الارقام. وبس كده في ثانيه خلص لي كل حاجه. ودي كانت اجمد حاجه انت ممكن تقابلها على كلود عشان من الاخر تستبدل اي ديزاين. بس كده اشوفك الفيديو الجاي. ولو انت عاوز البرومت اكتب لي كانفا في كومنت.